الرحمن الرحيم. اليوم انطلقت اول وحده تدريبيه بعد نهايات كاس اسيا المقابل اوزبكستان. الحمد لله والشكر قدرنا نتاهل الى كاس العالم وقدرنا نقدم نتائج طيبه ترضي الجماهير العراقيه، وان شاء الله اكيد احنا نطمح ان نقدم نتائج طيبه ايضا في كاس العالم، وهذا طموحنا واكيد وحلم كل لاعب ان يقدم مستوى عالي في هذه البطوله على مستوى عالي وعلى مستوى العالم كله. فاكيد احنا نحتاج الى معسكرات تدريبيه، الى مباريات على مستوى عالي لاظهار قدراتنا الفنيه امام الخصم. افهم من كلامك انه مشاركتكم في كاس العالم مثل تكون مشاركه عادة. لا اكيد لازم نترك بصمه في كاس العالم. احنا رايحين ان شاء الله مو بس مجرد مشاركه، بل ننافس ان شاء الله على اللقب واكثر ان شاء الله. شو اللي تحتاجه حتى تحققون هذا الشيء؟ اكيد نحتاج الى معسكرات تدريبيه ولا مباريات خاصه مستواها عالي لتفيد اللاعب والكادر التدريبي. اللاعب سجال محمدنا. بعض اللاعبين لمنتخب الشباب من ضمنهم المغتربين. اكيد المغتربين ماكو فرق بين لاعب محلي ولاعب مغترب، المغتربين اخواننا واحنا اخوانهم نفس الوقت، وهم احنا وهم نفس الشيء. احنا لازم جاي نمثل بلد واحد، فاكيد هم اخواننا ونرحب بهم كل الترحيب، واضافه قويه جدا قويه لنا ان شاء الله. حبيبي. كأس العالم. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما تعرف اليوم باشرنا اول وحده تدريبيه، الحمد لله حققنا اداء ونتيجه في كاس اسيا. ان شاء الله نطمح لتحقيق نتائج طيبه في كاس العالم. زين، علاوه راح ينضاف لكم لاعبين جدد في بطوله كاس العالم، شلون تشوف هذا الموضوع؟ والله كل لاعب اضافه كبيره عنا، من المغتربين الى محليين، وبافاده ان شاء الله احنا كمجموعه واحده نحقق شيء يليق بينا في كاس العالم. زين، سالت مدرب اللياقه البدنيه قبل فتره، قال علي صادق من اللاعبين اللي كانوا قليلين الركب، لكن في هاي البطوله قدم اعلى مستوى وقدر يقطع مسافه 16 كيلومتر في مباراه اليابان. شلون تشوف مستوى اللياقه البدنيه؟ الحمد لله هذا ما اجى من فراغ، والمدرب اللياقه كابتن وليد تعب علينا خلال الاعداد، الحمد لله ظهر في البطوله.